باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة أبونا مينا عبود مفرح القلوب. القديسة سفرنيكي قديسة عظيمة معروف عنها إنها أم العذارى المتبتلات، شفيعة قوية للأمراض المستعصية واللي ملهاش حل عند الأطباء، وشفيعة كمان للمشاكل الصعبة اتشفع بيها النهاردة وجرب محبتها. وقصة القديسة العظيمة إن باباها ومامتها كانوا مستقرين في اسكندرية علشان يكونوا قريبين من المدرسة، وربنا كان عطيهم ولدين وبنتين حبوا اللي هم يعلموهم أحسن تعليم وبأنواع ثقافة مختلفة، وما كانش موجود الموضوع ده إلا في مدرسة اسكندرية اللي حبوا يسكنوا جنبيها. بس حصل معاهم تجربة صعبة، إن الولد الأصغر اتنيح وتسبب ليهم في حزن كبير، والولد الأكبر اتنيح في يوم إكليله، وكان ده كمان صدمة ليهم. وده اللي خلى تفكير القديسة سفرنيكي إنها تبعد عن العالم بكل ما فيه وتحب حياة الوحدة وتكريس حياتها لخدمة ربنا. بس ما قدرتش تسيب أبويها وتزيدهم حزن على حزن. استمرت في العيشة معاهم وعرفتهم إن هي عايزة تعيش بتول. حاولوا كتير إن هم يجوزوها، بس قدستنا رفضت، وفي الآخر اتنيح الوالدين بسلام. واللي عملته قدستنا بعد كده إنها وزعت أموالها على الفقراء والمساكين، وأخدت أختها وراحت بيها لمقبرة العيلة. عاشت هناك عدد من السنين، وفي الفترة دي ضعفت أصوامها وصلواتها وتأملاتها، وابتدت سيرتها تنتشر في اسكندرية. وفجأة جه لزيارتها عدد من الشابات، البعض منهم كان عايز بس يزورها وياخد بركتها، والبعض التاني كان جاي ياخد مشورتها في حل مشاكلهم. واللي حصل إن البنات دي اتعلقوا بيها وحبوا يكملوا معاها في حياة البتولية. وبدل ما كانت القديسة أختها أصبح عددهم أكبر، فخدتهم القديسة وراحت برا المدينة وسكنت في بيت كبير، واستمروا في الصوم والصلاة والنسك، وزاد عدد الشابات يوم بعد التاني، وأصبحت أم المتبتلات لحد ما وصل عمرها 80 سنة، وكانت بتتمتع بصحة تامة. وفجأة أصيبت بمرض صعب جدا لدرجة إن غطى جسمها القروح من راسها لحد رجليها زي ما بيقولوا، والآلام كانت غير محتملة. كانوا بيقولوا إن صبرها وألمها شبه صبر وألم أيوب، وكانت محتملة ألمها بشكر. واللي حصل قبل نياحتها ب3 أيام شافت مجموعة كبيرة من الملايكة ومعاهم عدد من العذارى جايين ليها وبيقولوا لها إحنا جايلك عايزينك تبقي معانا وتنضمي لينا. ومن ساعتها وشها كان منور جدا، وكل اللي يشوفها خلال ال3 أيام دي يتكلم عن السلام اللي مالي وشها والنور العجيب. واتنيحت أمنا بسلام، وبعد نياحتها حصل كتير من المعجزات، من أمراض صعبة، من حل مشاكل مستعصية. وسيرتها اللي كتبها الأنبا أثناسيوس الرسولي، اللي كتب سيرة أبو الرهبان الأنبا أنطونيوس وسماها أم المتبتلات. شفاعتها تكون معاكم وتفرح قلوبكم وتشفي أمراضكم، آمين. قناة أبونا مينا عبود مفرح القلوب.